كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله إنكم بألف خير. معاكم أم مؤمن ورجعت لكم بفيديوهاتي الجديدة وإن شاء الله بتنول إعجابكم. أنا إلي فترة كبيرة أكثر من 3 شهور، قربت على 3 شهور ما نزلتش فيديوهات، فأنا رجعت معاكم إن شاء الله رب العالمين. الرجعة خير بإذن الله، وتقولوا الماء يعني لعل المانع خير. يعني أنا بتعرفوش شو كان معاي وشو اللي صار. الحمد لله رب العالمين على كل حال. رجعت يا جماعة بفيديوهاتي وإن شاء الله إنها بتنول إعجابكم، وانا بكون عند حسن ظنكم. بدي منكم شغله، اليوم بدنا نعمل دجاج، بدي احشيه بالبصل والكبده بس. بدي احشي الدجاج ببصل وكبده. انا يا جماعه الخير ناقع الدجاج من عشيه، غسلته ونظفته وهيو بات منقوع. هيو يا جماعه الخير انا نقعته من عشيه، غسليته ام مؤمن ومرتبيته. اوعوا ما تشاركوا في قناتي. رجعت لكم انا عن جد والله، لو ماني مشتاق لكم ما رجعت لكم. شايفين يا جماعه الناس كثير سالنا عن القناه ليش بطلت تنزلي، قلت لهم خلص ظروف. يعني ان شاء الله رب العالمين الحمد لله على كل حال. الواحد ما بيستغنى عن وعد ربنا الحمد لله. شايفين يا جماعه الخير الدجاج مغسول ونظيف ومرتب. شايفين بسم الله ما شاء الله. ايوه شايفين يا جماعه الخير دجاج صغير، انا ما بدي اياه يكون كبير كثير للحشي. شايفين ايوه شايفين يا جماعه والله ان شاء الله. طلع بش غسلته انا غسلته عادي بملح وليمون وخل. انا الخل حطيته طلعوا. شايفين يا جماعه الخير، شايفين قديش النظافه، نظافه المي. وايش بيضته منقوع بالليمون، حطيت عليه معلقه خل معلقه زنجبيل، تركته طول الليل ايش منقوع. شايفين غسلته ونظفته. شوفوا انا الحين بس بدي اشطفه تشطيف بس. يعني المنقوع طول الليل بالليمون والبرتقان والزنجبيل، معلقه زنجبيل نقعته. بقول لك كل الدهون اللي فيه والاشي هيك اللي فيه بتنزل، لان انا برضه يعني بحبش عندي دهون وعندي الحمد لله كله سبب الغده. الحمد لله رب العالمين. رجعت هي انا اشوفكم على خير وهدت بالي ان شاء الله. اني انا ايش بدي انقع الكبده بالليمون. انا بنقع الكبده قدر نص ساعه 10 دقائق، يعني بنقعها في الليمون الكبده. بحتاجش اني انا اسوي اروح اغسلها شو اسمه هذا والدم كله ينزل وما يطلعلهاش طعم. بنقعها بالليمون، انا ليمون وملح. وين يا جماعه الخير والله ظروف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. شو الواحد بده يحكي ما يقول الا غير الحمد لله على كل حال. شاف منظفهم مش مرتب وناهي نضاف نضاف نضاف. انا بحب انقع الدجاج وبيته منقوع. بدي احشيهم انا ماشي معك ان شاء الله. بدي احشيهم ببصل وبس، بس بصل وكبده. اوعوا تنسوا يعني شاركوا في القناه، لاني انا والله قعدت فتره ما انزل. والكل عشان انا بتعرف ليش رجعت لكم، عشان الناس كثير بتسالني ليش بطلتي تنزلي فيديوهات حلوه. طب ما هي فيديوهات حلوه بس بتجيبش كثير. والله كريم انا مش مستعجله برضه طول الروح. شايفين يا جماعه الخير بس بنقعها بايش؟ بنقعها بس بليمون فقط. شايفين وبتركها. الحين برش عليها رشه ملح ولا إشي. ليش أنا بنقعها قدر نص ساعة زمان شو اسمه هذا الليمون وبتركها. عشان إيش؟ لما تتركي لما تنقعيها هيك وتسويها. بسم الله. هي أنا بقيم الشوائب من الكبدة، بقيم كل الشوائب من الكبدة. ليش؟ لأني بدي أقيمها وبحطها في المصفاة. ترى يا جماعة الخير ما بقي ما هيك طلعها. عشان إيش؟ مش أنا بتستوي الكبدة على يعني التهبيل بتستوي الكبدة. بس شو أنا بسطح القلب وبقيم الدم اللي فيه، بحطها تحت المصفاة، بغسلها غسل 3 4 ثمام ولا إشي. أنا ما راح أحط أنقعها في المية أول. إذا حطيت الكبدة في المية بتذوب يا جماعة. المية إذا حطيت الكبدة في المية طلع شو بصير فيها؟ كل الشوائب اللي فيهن الدم هيك المحشر كله هذا بقيمه. ولا تنسوا تشاركوا في قناتي يا جماعة، مش إنه أولها أم مؤمن. والله إني حابة إن شاء الله
وانا كنت انزل على التيك توك، يعني مش اني برضه ما كنتش انزل من مره، كان يكون في اكل هيك يعني انا عامليته ومخلصه. وزاد حتى والله يعني مش كثير كمان، يعني مش الفتره الكبيره نزلت، يعني مش الفيديوهات الكتير اللي نزلت، ما كان فيديو بس. شايفين يا جماعه الخير، كلهم انا هذا بقيمه كله منه. ليش المؤمن تحشي البصل بس، بصل وكبدي هيك جاي عبالنا، بس بصل وكبدي، بدناش ولا اشي، لا رز. الفلفل صحنين رز، يا اما بدنا نعمل ملوخية، يا اما بدنا نعمل والله من عارفة لبن ملوخية. شو ساعات انا بشاور، انا برضه بطبخش على كيفي انا، ماكوش خبر، الطبخة مش على كيفي انا لسه لحتى الان، على كيف الشباب. والله كنا بخير بنسلم عليكم، بس بدي تدعموني في قناتي. الحمد لله رب العالمين، وانا بسأل عن اولادكم وعنكم، ان شاء الله انكم بألف خير يا ربي. والله انا بهمني برضه اسأل عن مشاهديني واحبابي. انا في اذا بروح على صالة، بروح على اشي، بسأل عنكم، والله بسأل عن كل الناس، اللي بيسأل عن الناس، الناس بتسأل عنه. ان شاء الله بدي اصطف الكبدة وارجع لكم وبفرم معاكم البصل. هي انا ايش غسلت الكبدة، بفرم عليها البصل. بتعرفوا شو بدي احط بهار؟ بس رشة ملح وفلفل اسود، بس مش كتير. البصل ايش بلشت اعيط على البدري، شايفين؟ ان شاء الله انها الطريقة هي بس فلفل اسود وملح ورشة زيت بلدي، زيت بلدي بس. وهذا الأكل أكثر إشي بتتاكل إيش بالخبزة، يعني بس إحنا بدنا نعمل جنبها حتة رز، وحتة يخني، يعني أي نوع هيك نمشي، نسلك الرزات فيها. شايفين؟ ليش المؤمن بحبش أفرم على المفرمة، أنا بحب أفرم على إيدي. شقلبه بالفلفل الأسود، بس أكمل البصل برجع. انا البصل والكبده فرمته. ليش فرمت كبير البصل يا مؤمن؟ لانه البصل ليش فرمته كبير؟ لانه بذوب البصل بروح، تقلقوش البصل راح يروح. وهي انا ايش، معلقتين ثلاثه زبادي. هذا انا بدي احطه في كيس الحراري، ما بدي احطه في الحشوه. وهي شايفين الملح كمان نقرة، ايوه. الصلاة على النبي. وهي الزيت، لان هاي الاكله اكتر اشي، بسم الله الرحمن الرحيم، زيت البلدي. انا بجد الي خاطر افرك البصل بالفلفل الاسود. شو افرك البصل بالفلفل الاسود؟ بس هي الشغله يعني خلص نسوي يلا. ان شاء الله رب العالمين. هي انا ايش بصورش بالعرض، طول بدك تصور. انا بادي اللي هو لبن رايب، معلقه لحظه شوي، خليكم معاي. اللهم صل على سيدنا. نسيت شغلة، السماق. ايوه بفرق كتير الشغلة يا جماعة. معلقة قهوة سادة، معلقتين بابريكا مدخنة، نص معلقة فلفل أسود، زنجبيل، عصفر، اللهم صل، سماق. اللهم صل وسلم على رسول الله. هيهم يا جماعة الخير. شو بدي أعمل فيهم يا أم مؤمن؟ بدي أخربطهم مع بعضهم. وصوص، هذا الصوص والله هو مش ضايل فيه، يعني بس أثر ضايل فيه، بس بمشي الطعم بفرق. الصوص صاركم تستعملوا في رمضان. وإذا عندكم دبس رمان وليمون حطوا كمان، بنفع دبس رمان وليمون. ما تكتروا دبس رمان، لإيش؟ في الكيس الحراري بحرق الكيس الحراري دبس الرمان، نشعط الكيس وبيش بعيد طحينة، كل شيء مغسول. ما حداش يسألني الليمون غسلته يا مؤمن، أنا بغسل كل إشي، حتى أنا الليمون بغسلوش، بمسحه مسح بالخرقة بحطه في الثلاجة. رشيت رشة واحدة من الليمونة على البصل. شايفين يا جماعة بطلع كل اللي فيها، يعني عليها كل شيء مشترى، فيش إشي ببلاش. حتى العمل والطراش كمان بتحط عليه مصاري يا ساتر. وهي كمان شغلة بدي احط لها بسم الله الرحمن الرحيم. الاكله هذا محتواها كتير ايش في الزيت، اللي هو ايش الزيت البلدي. شايفين؟ خل، جيب لي قنية الخل يا ولد. ايوه ابني بيسألني، لازم هو احسن جواب انه يسألني. انا بحب انه هو يسألني، احسن الناس بيسألوني كمان، ولو سألوني مشاهديني عادي، ما عندي اي مشكلة.
هذا فيش تحطيه، هذا بدي احطه في الكيس الحراري، في الكيس الحراري. بدي ايش؟ احشي دجاج. جربوها الخلطة هذا، شوفوا قديش انه طعم الدجاج يكون لذيذ 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 بشكل. واذا كانت في معلقة ثوم مهروس برضه حطوها، ما في اي مشكلة. انا بدي اجيب احط كل اشي عشاكة واحشيهم. انا ماشي معاكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا في الارض ولا في السماء. شايفين؟ لو هذول البهارات كمان حطيتوهم في الكيس، حطيتوا حته زيت برضه بيمشي، كل شيء بيمشي. شايفين يا جماعه الخير؟ المؤمن مصطبطب من الميه. شايفين؟ شوفوا الدجاج، شوفوا يا جماعه، في اي شيء ابدا، اي شوائب ما في. انا نقيته وغسليته ونظفيته. شايفين قديش بدي احشي الدجاج؟ لا بدي احشيهم لا رز ولا شعريه قصدي ولا شو هذا يعني عارفه عنه، برغل او اي اشي. انا بدي احشيهم اليوم الدجاج على كيفي انا هيك. شايفين يا جماعه الخير؟ شوفوا، ولا فريكي ولا اي اشي. اليوم هيك بدي احشيهم. يلا يا اختي اشتغل على الحكي، فوتي من حالك فوتي. هان الدجاجة زعلانة، بتزحلق الدجاجة من الزيت. شوفي تحت الجلد عشان هيك مش عارفة امسكها. بسم الله يا اختي، الحمد لله. شايفين يا جماعة الخير؟ والفرن انا مولعيته على درجة حرارة يعني 100. وليش؟ لما يجي يحمى لانه حامي كثير. لانه رجعت يا جماعة ان ايش اللي هو ابني بدوش كبدي، فانا عندي شوية رز منقوعين من ورا الايش المحشي الكوسة والورق، فجيت حطيت عليهم بقدونس بهرتهم ومشي حالهم، قلت احشيله اياهم. حشيت تنتين هي يمي هذول ايه هي الثلاثة، لانه هذا الاكل عن يومين يا جماعة مش عن يوم واحد. شايفين؟ شوفوا انا عملت رجعت انا اعمل شوربه، ركبت شوربه هيو، عندي شويه رقاب دجاج شغلات زي هيك عملتهم عشان اعمل. يا بدي انا احب يمكن اعمل ملوخيه، الله بعلم من هلا شوي شو بصير، الله بعلم. ان شاء الله هنا ماشي معك خطوه بخطوتها. بدي احط الدجاج في الفرن. بسم الله والصلاة. ايوه شايفين انا بدي اخزق الكاس علشان ايش ما يتبططوش ولا ينحرقوا فيهم يستووا. شايفين؟ قلت لكم واحدة حشتها رز، حتة رز يعني ماله ايدي بس، وواحدة حشتها مي ماشي كتر. انا بدي احطهم بالفرن. شايفين المي؟ انا مش راح اكتر مي، حطيت هون بدي اورجيكم شغله، لانه هذا شطات نار نار الفلفل، فانا بديش اكتر تطلع طعم. شايفين قديش بدي احط بس، لانه حرام كثير كثير بحرق. انا عملت فتوش منه انه طلع بحرق كثير. انا بدي احط شويه ميه. شايفين؟ خلاص هذا المي راح تسبك كل الدجاج وتنهنه غير شكل. شايفين يا جماعه؟ بدي احط نص يعني معلقه واحده ملح، بس معلقه تمام. عيشوا رشه ملح خلاص بكفي. بدي اجيب الفهم بالقسطين قدامكم واورجيكم اني انا بلفن وبترككم على نار هاديه، لانه الفرن حامي. لانه انا بلفهم وحطوا نحرق اكياس الشوي. اول شغله مش لازم ينحرقوا من اولها، لانه كل ما هبطيه بحطه على هذه لما احس بعد نص ساعه بالضبط برفع الكيس تلاقيهم تحمروا زي الدبابير الحمر. هاي انا بكمل معاكم شوي شوي يا جماعه الخير. بدنا نعمل شو ملوخيه يا جماعه. انا عندي ملوخيه ناشفه وعندي ملوخيه خضراء، فانا بخلط الشقتين ببعض. ليش يا مؤمن؟ لان انا عندي ملوخيه ما بتكفي.
شايفين انا عندي في الثلاجه، بس انا بحب اعمل ايش هيك وهيك عشقتين، شوي من هون وشوي من هون. ليش يا مؤمن حطيت الملوخيه هيك؟ لاني انا بحب اقيم، شايفين بهزها، لما اهزها انا شايف شو بيطلع منها قديش. فهذا انا شو بعمل فيه هيو، بس انا باخذ هذول لان انا فركتها الان، مش كنت ندمت عليها، لا عادي. هي يعني والله بتنفع احسن مرات من الله. بس انا الحين بخليها خضرة خضرة تطلع. شوفوا يا جماعة، هاي الشوربة شايفين، بخليها ترجع من اول وجديد خضرة. شايفين صح مش رح تطلع زي ما بدي انا يعني، ها بس انها اخضر. شايفين الاخضر هي هذه خضرة، وهي شايفين هاي الناشفة شايفين. خضرة احطها كمان نقرة لانه عن يوم وبكره الاكل. هذه المصفاة بتفش القلب، بتفشها، بنحط فيها طحين بالخي. شايفين خليها غلط هون. شايفين يا جماعة، هي نعم، شايفين كيف هي الملوخية الناشفة. شو رجعتها؟ تطلعوا كيف رجعتها. هي أنا رجعتها. تعالوا معي يا محمد هون لو سمحت. بدي أسقطها. هي سقطتها. هي بقولكم أنا بفرزها بالعلب. شايفين، وهي الناشفة. شايفين شوفوا كيف بصير تغلى. بفتح لها ثومي كزبرة. الرز كمان من مرة. هيو الرز. شايفين يا جماعة الخير، هي احنا يا جماعة شايفين بحط معلقة واحدة. شايفين الملوخية، هذه الملوخية مفرزة وناشفة عالشكتين. وهي ايش كمان بدي اعمل لها طشة قرشكة. شو احلى ملوخية. هي انا خلصت الاكل يا جماعة الخير. ان شاء الله بيعجبكم الفيديو، وبدي احطه وارجيكم ان شاء الله. ليش هي شايفين الملوخيه هي اللي جهزتها، حطيت عليها حبه بندوره، نسيت يا جماعه احط عليها حبه بندوره. شايفين زدت معاها حبه بندوره. شايفين ما شاء الله تطلع طعم للملوخيه. نسيت او يا جماعه الخير اكمل معكم. رجعت اكمل معكم الفيديو ان شاء الله انه بنول اعجابكم. ليش ام مؤمن بتصور شوي والله من خلفتها، هي بتطم الملان. ايوه احسن دجاج محشي على كيفكم، وان شاء الله انه بيعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.